المغربية حضورهم في المعرض الدولي للسياحة بالعاصمة الألمانية برلين، والذي يعد موعدا سنويا هاما بالنسبة للدول التي تراهن على السياحة في اقتصادياتها الوطنية، والتي تبحث عن تطوير عرضها وجودة خدماتها السياحية. من برلين روبورتاج صديق بن زينة ويوسف الغازي. في بورصة برلين العالمية للسياحة يتوجه هذا الوكيل الألماني للأسفار إلى الرواق المغربي، حيث موعد للقاء مع نظيره المغربي. هنا يناقش الطرفان تفاصيل اتفاقية شراكة لتنظيم رحلات سياحية نحو المغرب. تنويع المنتوجات السياحية أحد أهم مطالب هذا الوكيل الألماني. هناك عروض مغربية جيدة. نحن ننظم رحلات سياحية إلى الدار البيضاء، ونتوجه الآن نحو منتوجات أخرى تتعلق بالسياحة الثقافية والشاطئية، خصوصا بمنطقة أكادير التي تستهوي السياح الألمان. بما أننا كنشتغلوا بزاف على السوق الألماني، فبالتالي هذا جد مهم بالنسبة لنا أننا نكونوا حاضرين كيف ما كانت الظروف، سواء كانت الأزمة ما كانت، خصنا المهم هو الحضور. والسوق الألماني غادي في تحسن الحمد لله، خصوصا في هذه السنتين الأخيرتين. ولأن ألمانيا تعتبر خامس سوق سياحية في العالم، فإن الاهتمام المغربي بهذه السوق يترجم على مستوى الحضور المكثف للمهنيين المغاربة الذين يحاولون تقوية حضورهم في هذه السوق من خلال تنويع المنتوجات السياحية وتجديد بنية الاستقبال السياحي. أعتقد بأن المغرب يمثل وجهة سياحية تتطور باستمرار، وهذا يبدو من خلال الأعداد المتزايدة للسياح الألمان المتوافدين على المغرب، والذين فاق عددهم 200 ألف سائح في العام الماضي، وهذا عدد مرتفع بالنسبة لسنة 2010. وفي اعتقادي أن هذه الأعداد ستزداد مستقبلا. ما فيه شك أن السوق الألماني من أهم الأسواق في العالم على مستوى السياحة، فيجب تنويع المنتوج المغربي أولا، وثانيا بطبيعة الحال تكثيف الاتصال عبر النقل الجوي. هذه مسألة أساسية في السياحة اليوم. وكانت نسبة نمو توافد السياح الألمان على المغرب قد بلغت العام الماضي 7%، ويتوقع المهنيون أن ترتفع هذه النسبة خلال السنوات القليلة القادمة. فالمغرب منخرط في تنفيذ مخطط تنموي شامل للقطاع السياحي تؤطره رؤية استراتيجية حددت سقفها الزمني في 2020.